بدر بنون يحذر الأهلي من هذا الفخ قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. بدر بنون لاعب الرجاء والأهلي السابق يفاجئ الجميع ويدلي بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة القطرية. قال بدر بنون: لا شك أن الجميع في مصر والمغرب ينتظرون النهائي الإفريقي بين الأهلي المصري والوداد المغربي على أحر من الجمر. هذه المباراة ليست مباراة عادية في كرة القدم، بل هي مباراة من مباراتين يتحدد فيها من هو بطل إفريقيا. الوداد المغربي هو حامل اللقب ويسعى للحفاظ عليه للمرة الثانية على التوالي، والأهلي هو زعيم القارة الإفريقية ب10 ألقاب ويريد أن يحقق اللقب ال11. وتابع بدر بنون: لقد لعبت في صفوف الأهلي المصري، ولسوء الحظ كنت متواجد في النهائي الأخير مع الوداد المغربي وخسرنا اللقب بهدفين للزهير المترجي لاعب الوداد. ولكن هذه المباراة كانت لها ظروف خاصة وأجواء خاصة الكل يعرفها، أما هذه المرة الظروف مختلفة تماما. الأهلي تأهل إلى النهائي بأعجوبة وأكثر رجاء، والترجي في الأدوار الإقصائية. أعتقد أن الأهلي مستعد جيدا لهذا اللقب، وهذا هو ما أتمناه. أنا مغربي ولكني مشجع للأهلي بعد خروج الرجاء البيضاوي من البطولة. أحذر لاعبي الأهلي من الوقوع في فخ العام الماضي، وهو التأثر بالجماهير خارج الملعب ومتابعة الأحداث على السوشيال ميديا. أتمنى من كل اللاعبين التركيز فقط في تحقيق هذا اللقب.